السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا التطبيقات، اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كل ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه دولي لايف جو ستريم اند بارتي. التطبيق ده مساحته 114 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص باللايفات والشات والمكالمات الصوتية، تطبيق تواصل اجتماعي زي اي تطبيق تواصل اجتماعي، زي فيسبوك، زي تويتر، زي انستجرام. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتكلم مع اصحاب جديدة او تتعرف على اصدقاء جديدة من نفس البلد اللي انت فيها او من بلد تانية، بيكونوا بيتكلموا نفس اللغة اللي انت بتتكلمها او بيتكلموا لغات تانية. تقدر انت تتعرف عليهم، تقدر تعمل معاهم تتكلم معاهم شات، تتكلم معاهم مكالمات صوتية، تتكلم معاهم مكالمات فيديو. تقدر ان انت تنزل تعمل لايفات على البروفايل بتاعك الخاص. لو انت عندك موهبة او انت يعني بتعرف تغني، بتعرف تقدم اي محتوى، بيجيلك دعم، بيجيلك لايكات، بيجيلك كومنت. اللايفات بتاعتك بتنتشر، بتكبر. كل طبعا ما اللايفات بتاعتك بتكبر والعدد عدد المشاهدين بتاعها بيزيد، انت بيجيلك دخل بسبب اللايفات اللي انت بتعملها دي. ده كده الغرض من التطبيق او ده الحاجه الظاهريه للتطبيق. اما الحاجه الخفيه للتطبيق فده التطبيق من ضمن تطبيقات المعادة او من ضمن تطبيقات اللايفات اللي بيكونوا بيستغلوا حاجه الشباب اللي عايز يتكلم مع بنات، يتعرف على بنات، يعمل معاهم علاقات جنسيه غير شرعيه، فبيحملوا لهم تطبيق زي ده. الواحد يحمل التطبيق، يخش عليه، يتلاقي واحدة بتكلمه أو واحدة بعتله صورها، يجي يتكلم معاها، يطلبوا منه الاشتراك علشان يقدر يكمل المكالمة. بعد ما يشترك يطلب منها مثلا ان هو يتكلم معاها مكالمة صوتية، يطلبوا منه اشتراك تاني. يطلب منها ان هو يعمل معاها مكالمة فيديو، يطلبوا منه اشتراك تاني. وهكذا كل يوم يجي يتكلم معاها يطلبوا منه اشتراك. طبعا بيستغلوا حاجة الشباب اللي هو عايز يتكلم مع بنات، عايز يتعرف على بنات، عايز يعمل معاهم علاقات زي كده، فبيفضلوا على طول يطلبوا منه الشحن شحن شحن علشان يقدموا له الحاجة اللي هو محتاجها. ده طبعا من ضمن التطبيقات اللي انا برشحش الناس ان هي تحملها ولا تتعامل عليها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق وكل حاجة عن التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.